موقع ميدل إيست آي البريطاني يفضح الإمارات ويكشف تفاصيل خطيرة عن الخطط التي حاكتها في الغرف المغلقة لوأد أي محاولة لإنقاذ غزة. ضغطت الإمارات على إدارة دونالد ترامب لنسف خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية. بينما كان العرب مشغولون بإعداد خطة ما بعد الحرب، تحركت الإمارات في الاتجاه المعاكس، تغيبت عن قمة القاهرة وسارعت إلى ترامب توسوس له بعدم قبول الخطة العربية، مؤيدة خطته لتهجير الفلسطينيين. Great friends of ours. Is the UAE trying to work on a plan, an alternative? Not yet. Not yet. I don't see an alternative to what's being proposed. I really don't. بحسب الموقع البريطاني لم تكتفي الإمارات بذلك، بل ضغطت عبر سفيرها بالولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي والمشرعين الأمريكيين للضغط على مصر لقبول الفلسطينيين النازحين قسرا. الحملة الإماراتية قد أثرت بالفعل على العلاقات الثنائية الأمريكية المصرية. حذرت واشنطن القاهرة من أنها ستخفض مساعداتها العسكرية في عام 2026. ناصبت الإمارات خطة القاهرة العداء، استغلت نفوذها في البيت الأبيض لانتقاد الخطة لأنها لا تشمل هدفها الأبرز، القضاء على حماس. انتقدت الإمارات خطة مصر لأنها لا توضح كيفية نزع سلاح حماس وإخراجها من القطاع. يكشف الموقع البريطاني أن أبو ظبي تضغط على محمد دحلان للإشراف على لجنة تحكم غزة תמהידן ליחול מחל עבאס רئיסן في مرحلة لاحقة. דחלן נמצא בגלות באבו דאבי כבר הרבה שנים אחרי שגורש מהפתח, ויש לו קשר הדוק מאוד עם ההנהגה של איחוד האמירויות.